ازيكم عاملين ايه؟ أول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في كام تريكات كده في الفرامل هنظبطهم قبل ما نظبط الفرامل ذات نفسها. يعني في كام حاجة نتأكد منها الأول. إن هي أول حاجة في جزء صغير هنا كده أهو، إن شاء الله يكون واضح عند حضراتكم. الجزء ده نتأكد إن هو مرفوع لفوق، مش نازل لتحت. تاني حاجة إن الصامولة دي تبقى مربوطة على الآخر. الصامولة دي تبقى مربوطة على الآخر، عشان طول ما هي مربوطة على الآخر كده لو أنا عاوز أشد سلك الفرامل هعرف. حاجة معانا دي، الجزء ده برضو يبقى مربوط للآخر، هو كده مفكوك، لازم يبقى مربوط للآخر. تمام، بتاع الخلفية مربوطة. أول حاجة عشان أظبط الفرامل هحتاج إيلين. لازم يبقى معايا مجموعة الإيلين دي. مجموعة الإيلين دي ممكن تشتريها، هتبقى عاملة حوالي 100 وحاجة، ونوع نضيف كمان، مش بيتاكل مع الشغل عليه، مش بيتاكل يعني، شغل حلو يعني، نوع حلو. هنشوف الإيلين بتاعها رقم كام. وبرده في حاجة برده في الأول عايزة نظبطها الأول برده. الجزء ده، الجزء دوت هقول لكم إيلين 5. أول حاجة فكوا سنة صغيرة كده، تمام، ونظبط الفرامل يمين وشمال. تمام تمام، ظبطناها. هنروح رابطينه تاني. نتأكد بس واحنا بنربطه إن هو ما يقفلش، ما يخليش الفرامل تقفل من ناحية، يعني نعمل عكسه كده. تمام، ربطنا الصامولة زي ما هي. بعدها نروح عاملين ايه بقى؟ هنجيب كرتونة، أي كرتونة عندنا، ونروح مقطعين الكرتونة كده، تمام، ونروح عاملين كده بحيث إن أنا عايز أعمل سمك معين. عايز أعمل سمك زي ده مثلا، يعني نبرمها شوية صغيرين بحيث إن أنا أعمل سمك صغير جدا. نجيب واحدة ثانية نبرمها برضو بحيث إن أنا أعمل نفس السمك تقريبا أهو. وبعديها أفك الفرامل. فك الفرامل بنفس الألانكيه، ألانكيه 5. فكينا الفرامل، تمام. مش شرط إن أنا أشيل الألانكيه منها. فراح جايب الجزء ده وحطه عند اللقمة بتاعت الفرامل، والجزء التاني أحطه عند اللقمة التانية زي ما واضح عند حضراتكم كده، تمام. واروح جاي بايدي وضاغط على الفرامل من ناحيتين بحيث ان انا اخلي اللقمتين يقفلوا على الورقه عشان اشد الفرامل اقصى حاجه. وبعدها اروح شادد السلك ده. اهم حاجه اتاكد ان الصواميل اللي انا قلت لكم عليها مربوطه. وبعد كده اروح شادد السلك ده بايدي بقى ولا بقصافه، لو معايا قصافه يبقى احسن. اروح شادد السلك ده كويس واروح مرت عليه. اتاكد اهم حاجه ان انا مقرط كويس. تمام، خلصت. هروح شايل دي وشايل دي كده. الفرامل اتظبطت بوسع معين. طب انا عايز اقلل الوسع اكتر، اعمل ايه؟ لو انا عايز اقلل الوسع اكتر اخفف الكرتونه، يعني مثلا بدل ما هي كبيره كده اصغرها شويه، اقلل السمك واروح حاططها تاني واروح مقرط عليها. اول حاجه ماسكها بايدي وبعد كده اقرط عليها بالقلمكين، وبالطريقه دي تربط اي فرامل. طب انا دلوقتي مع الوقت لقيت الفرامل سايبه مني برضو تاني، رجعت تاني وسعت، وحسيت ان الفرامل بدوس وما بتعملش. فعندي 3 طرق عشان اشد الفرامل لو هي ثابت بعد ما انا عملت الجزء ده. اول طريقه الجزء الصغير ده، الجزء ده لو ربطته لتحت، لو ربطته لتحت كل ما اربطه كل ما الفرامل بتقرب على الطار. كل ما اربطه كل ما الفرامل تقرب على الطار اكتر. فلما اجي ادوس فرامل هتلاقي الفرامل بتقفش على طول. دي اول جزء.
ممكن ارجعه تاني مكانه. تاني حاجة الجزء ده، الجزء دوت لو فكينا الصامولة او الرجلاش، بيقولوا عليه رجلاش، لو فكينا الرجلاش ده، كل ما نفك الرجلاش تمام كل ما ندوس فرامل برضو الفرامل تبقى اقوى. ده تاني جزء. ده بخصوص الفرامل اللي هي الثلاث قطع بتاعت الجالاكسي. في برضو الطريقة التالتة اللي ممكن نعملها، شايفين الرجلاش ده برضو، الجلاش دوت نفكه بحيث ان في حديدة كده صغيرة، الحديدة دي تبقى ظاهرة، كل ما نفك الرجلاش ده تبقى ظاهرة، دي بتقوي الجزء ده. يعني لو دي ربطناها على الاخر، لو ربطناها على الاخر هتلاقي الجزء ده سايب خالص كده، سايب. طب جينا فكيناها على الاخر، فكيناها على الاخر لقينا الجزء ده ماسك. طب فكيناها تاني، الجزء ده ماسك اكتر. تمام. هي ودي كانت اهم حاجه في الفرامل.